اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير مع قناة هلا حسنين وفيديو جديد ان شاء الله. النهارده بقى هنعمل فيديو قوي طبعا اللي هيخلينا طبعا طول سحور رمضان ما نفكرش طبعا ان احنا نشتري عيش ولا كده. ان شاء الله هنخبز النهارده عيش بقى في الفرن البلدي بقى واديله ادي. نقول بقى بسم الله ونبتدي. طبعا بقى اللي بياخد دقيق من التومين هيبقى عارف ان في دقيق عادة ودقيق زيرو. اي دقيقة عندك بقى يا حبيبتي بتعمليه الكمية اللي انتي حباها بقى، 5 كيلو، 10 كيلو، 20 كيلو، زي ما انتي بتحبي. انا بخبز يعني 15 كيلو عشان يكفوني كده ايه طول الشهر، ما فكرش اخبز ولا اشتري، على حسب بقى الافراد اللي عندك ولا حسب ما بتاكلوا. نجيب طبعا الدقيق وننخله، لازم طبعا ننخله بالمنخل عشان لو في اي تكتلات اي حاجة المنخل طبعا بيشيلها. صلوا بينا بقى على النبي يا حبايبي كده، واذكروا الله دايما، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. كده بقى كان معايا الدقيق طبعا، كنت عامله دول كانوا 15 كيلو او كانوا 12 يعني، فجبتهم كده يا حبايبي بقى وننخلهم طبعا بالمنخل. ننخل طبعا الكميه ايه كلها. طبعا وانا بقى بنخل ده الدقيق زيرو، في عادة وفي زيرو، في درجة أولى ودرجة تانية، يعني عشان برضو اللي ما يعرفش عادة وزيرو، في درجة أولى ودرجة تانية. طبعا حطيت ده على ده بقى وقلبته. طبعا كنت حاطه بقى ميه على النار سخنه بتسخن كده، مش تسخن جامد برضو عشان ايه ما تحرقش ايدك، يعني تبقى حلوه كده معقوله ان انتي تقدري تستحملي سخونتها. في الشتاء سخنيه شويه عن الصيف. وحطيت طبعا الميه، وبياخد طبعا معانا ممكن بلاستيكه، اللي هي بلاستيكه دي كبيره يعني 20 لتر ولا حاجه كبيره يعني. ونعجن بقى على قد ما ياخد معانا برضو. نعجن كده بقى لحد ما ايه الدقيقة تتلم معانا. طبعا لازم نحط ملح عشان ما يلزقش منك، وتبقى مالحة برضو، ما نكترش ملح قوي، ملح وخميرة، اوعي تنسيهم وانتي بتعجني. لو وصلتي معايا هنا بقى صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. كده كنا حطينا الخميرة طبعا، نقلبها كويس بقى عشان ايه توصل لكل العجين، ولمي فيها بقى لحد لما تبقى معاكي ايه عجينة كده ايه حلوة. كده كان بعد ما خمر طبعا عجنته، وكان لازم ايه يخمر كده ايه. جبنا بقى البلاستيكة اللي احنا عاجنين فيها، بتعرفين ان هو خمر منين؟ يعني بتخلي البلاستيك كده قد 3/4 مثلا وتتملي، او ممكن نصها وتتملي، يعني فوق نصها بحاجة. بصوا ما شاء الله على العيش، بصوا ما شاء الله يفتح النفس ازاي. طبعا بقى خبزناه في الفرن البلدي بقى، احلى خبيز في الفرن البلدي تكليب. الف هنا والف شفا، صحة يا رب وعافية على اللي هياكله. والناس بقى اللي مش بتعرف تريح، احنا بنحط طبعا حبة دقيق على المطرحة. بصوا ما شاء الله العيش، احنا بنحط طبعا حبة دقيق على المطرحة ونشيل الرغيف من على الصينية. حبة حطه بقى في صينية، بتحطه بقى في اللوحة وكده، ونريحه بقى هزة يمين وهزة شمال. كل سنة بقى وانتوا طيبين. هو ده بقى اللي هينفعنا في رمضان. هتقوليلي خزنت طماطم ولا بطاطس ولا بصل، ولا بقى اللي دايما على سحور رمضان متفقين عليه. مفيش حد طبعا ما بياكلش عيش في سحور رمضان. بصوا ما شاء الله العيش طالع عامل ازاي. شجعونا بقى بلايك واشتراك في القناة، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك.
بصوا بقى يا حبايبي، بصوا ما شاء الله بيتنفخ ازاي في الفرن. طبعا الدقيقة ما شاء الله مظبوطة حلوة، والعجين بتاعه مظبوط طبعا، خمر كويس. كل دي حاجات بتخلي العجينة بتاعتك مظبوطة. طبعا برضو لو عندك فرن غاز بينفع تغليزي فيه. احنا مش دايما طبعا بنخبز زي في البلدي، بس برضو يعني. بس ما شاء الله بقى العيش ما شاء الله على كمية العيش. بصوا بقى ما شاء الله على كمية العيش. صلوا بقى على النبي يا جماعة في الفيديوهات كده، قولوا اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. رمضان كريم عليكم يا رب وعلينا يا رب، ويجعلها سنة سعيدة علينا يا رب. لو لسه بقى ما اشتركتيش في قناتي اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. دي طبعا بقى كانت كمية العيش اللي خبزناها كلها. كنت انا طبعا خابزة وكانت امي طبعا خابزة، فده كان كمية العيش كلها. دي كمية عيش كام كيلو؟ دي ما شاء الله دول 30 كيلو دقيق قسمناهم احنا وامي يعني. ما شاء الله طلعونا ما شاء الله كمية محترمة، ما شاء الله كمية محترمة.